وبعد ما فريقنا الرهيب أخيراً اكتمل، أخت رين بتحط لهم تدريب قاسي جداً يمشوا عليه، وبتزعق لهم كلهم علشان يروحوا التمرين. وبالصدفة بتلاقي بروشور قديم للمدرسة هيساعدهم كتير جداً. ساعتها أخت رين بتروح على طول للفريق وتوريهم البروشور اللي معمول من نادي السباحة في مدرستهم من قديم الأزمنة. البروشور ده بقى موجود فيه خطة تدريب رائعة جداً، والخطة هي إن الفريق بيسبح بين 3 جزر مهجورة طول إجازة الأسبوع. وده تدريب قوي جدا ويعتبر إنجاز كبير لفريقهم علشان يحققوا الشرط الأخير ويعرفوا يسجلوا في مسابقة المدارس. وفعلا كلهم بيوافقوا على طول على التدريب الموجود في البروشور ده، ما عدا إن المدرسة بتاعتهم رفضت إنها تدفع حق رحلتهم للجزر المهجورة، والموضوع كده شكله تعقد خالص. ولكن فريقنا ما استسلمش وقرروا يروحوا الرحلة دي بأقل التكاليف والإمكانيات الموجودة. أخدوا الأدوات اللي ممكن يحتاجوها من أهل ماكو اللي بيخيموا بره كتير وعندهم معدات تنفع لرحلتهم، وبيكلموا المدرب القديم بتاعهم اللي عنده قارب ويقدر ياخدهم لمكان الجزر المهجورة علشان يبدأوا رحلة تدريبهم في الويكند. وبكده فريقنا الجامد وفر لنفسه الرحلة المطلوبة للتدريب بأقل ميزانية ممكنة. وبيتقابلوا أول يوم ويكند الصبح، والمدرسة اللطيفة بتاعتهم بتشكر المدرب القديم بتاعهم على القارب والتوصيلة اللي هيوصلها لهم للجزر. ولما وصلوا المكان، ريو بيشعر بدوار البحر وبيروح الحمام على طول، وهنا بيشوف حاجة عجيبة جدا، وبيروح على طول لفريقه علشان يوريهم اللي شافه، وهو مستغرب جدا. أكاديمية رين هي كمان موجودة في نفس المكان، لكن بحمام سباحة خاص للمدرسة مجهز بأعلى مستويات وأحسن الخدمات. حتى أخته صغيرة ما كانتش عارفة إن أخوها هيكون موجود في نفس المكان لأنه بيتجاهلها تماما. أبطالنا هنا بيقرروا يتجاهلوا الأكاديمية خالص ويبدأوا رحلتهم، بس أخت رين والمدرسة اللطيفة بيقرروا ياخدوا أوضة في فندق، وباقي الفريق هينام بره في الخيمة عادي. ساعتها فريقنا الرهيب بدأ التدريب مراعاة بأن ريو لسه مبتدئ طبعا. المشكلة بقى أن ريو بيكون أداؤه ضعيف جدا مقارنة بالباقي، وكمان بيستعمل أداة تساعده في السباحة وما بيكونش عاجبه أداؤه خالص. وبيستمر التدريب بين الجزر المهجورة، وهارو بيكون متعاون جدا مع ريو على غير عادته يعني. ولما بيخلص التدريب معلمتهم بتقول لهم إن وقت العشاء بقى تلاقيهم جعانين وميتين من الجوع، بس للأسف هي نسيت تجيب البهارات اللي هيعملوا بيها الأكل. فأخت رين بتقرر تروح على البقال على طول علشان تشتري الحاجات اللي ناقصاهم، وهنا بتخبط في زميل أخوها وبيطلع رين موجود في البقالة بنفسه. ساعتها برضو بيكون وقح جدا معاها وبيقول لها إنها واقفة مع أعدائه بدل ما تشجع أخوها. ده كمان بيتضايق منها جدا لأنها جايبة الفريق كله هنا علشان يتمرنوا، وبعدها بيسيبها ويمشي. رين ده جاحد جدا. بيمر الوقت وبيتعشوا وبيروحوا بعدها كلهم علشان يناموا، بس في الوقت ده ريو بيكون مش عارف ينام، فبيقرر يتدرب شوية في المية بالليل. ممكن التدريب ده يخليه بمهارة بقية الفريق. ولكن فجأة الجو بيتحول وعاصفة كبيرة بتدخل على المكان والبحر بيهيج والموج بيعلى. وهنا ماكو على طول بيسمع صوت ريو وهو بيطلب النجدة. من دون تفكير بيروح على طول جوه المحيط علشان ينقذه. ولكن الغريب في الموضوع ان ماكو بيتجمد مكانه وما بيكونش عارف ينقذ ريو، وبيفتكر حاجة معينة بتخليه مش قادر حتى يجمع أفكاره. في اللحظة دي هاروكا بيسمع الصراخ وبيشوف ريو وماكو في وسط المحيط وهم عاجزين عن الرجوع. ساعتها هاروكا وناجيسا بيروحوا علشان ينقذوا أصدقائهم، وبينتهي بيهم المطاف على جزيرة من الجزر الموجودة، وشكلها كده جزيرة مرعبة جدا. بس الحمد لله ماكو بيكون كويس وبيفوق من الصدمة اللي دخل فيها فجأة دي، وشوية كده وناجيسا وريو بيلاقوهم وبرضه ما بيكونش فيه أي خسائر. ريو بيتأسف جدا لباقي الفريق على الموقف اللي هو حطهم فيه وعلى الورطة اللي هم فيها دي. بس المشكلة بقى ان المطر بيكون قوي جدا ومستحيل يعرفوا يرجعوا للجزيرة بتاعتهم بسبب العاصفة. وهنا بيقرروا يروحوا لأي مأوى موجود في الجزيرة المهجورة دي، ولحسن الحظ بيلاقوا ريست هاوس عند المنارة وبيدخلوا هناك علشان البرد. ده كمان بيلاقوا كشاف وشوية أكل معلب لسه ما انتهتش صلاحيته، بياكلوا ويلبسوا أي حاجة علشان تدفيهم من البرد. في الحقيقة فريقنا بيستمتعوا جدا بوقتهم مع بعض، والكل بيكون نايم ومحدش حاسس بيهم نهائي، وبيبدأوا يلعبوا مع بعض لعبة الصراحة. وماكو بيبدأ يبتسم ويضحك وأعصابه بتهدى كتير عن أول. هنا ريو بيسأل ماكو على اللي حصل أول ما نزل المحيط. الكل عايز يعرف حصل له إيه واتجمد مكانه كده ليه. ماكو كان يقدر ينقذ ريو بصباع رجله. إيه بقى الصدمة اللي كانت على وشه دي؟ خليكم معايا
شوية علشان تعرفوا. ماكو لما كان صغير اتعرف على راجل صياد سمك عجوز وكان بيحبه وبيقضي معظم الوقت معاه. ولما كان في احتفال في الصيف ماكو كان نفسه يشتري سمكة زينة من الاحتفال، بس كان طفل صغير وما كانش معاه فلوس. وهنا جه صديقه صياد السمك العجوز واداله سمكتين حلوين جدا. في الحقيقة دول كانوا أجمل هدية تيجي لماكو في حياته كلها. بس للأسف في نفس الصيف ده ماكو عرف إن القارب اللي الصياد العجوز بيصطاد بيه غرق في المحيط والراجل ده مات. ومن ساعتها وماكو بيخاف جدا من المحيط لأنه أخد منه حد قريب جدا على قلبه. بس هو وافق على الرحلة دي لأنه بيحبهم جدا وعايز يسبح معاهم علشان فريقه بيحسسوه بالأمان. للأسف بعد موت الراجل ده السمكات كمان ماتوا بعدها على طول. وهي دي القصة المؤلمة اللي حصلت لماكو. بس الحاجة الوحيدة اللي خلته يتغلب على خوفه ده الصبح هو السباحة مع بقية الفريق. وهنا المطر أخيرا بيقف والأصحاب كلهم بيطلعوا على السطح علشان يشوفوا انعكاس النجوم، والمنظر بيكون رائع جدا. ولما بيطلع الصبح ماكو بيكون متغلب تماما عن عقدته للمحيط دي وبيحس أخيرا بالراحة لأنه مع فريقه. كده التمرين بيكون انتهى والويكند خلص وأصحابنا بيكونوا مؤهلين للتسجيل في مسابقة المدارس المحلية. وبيبدأ فريقنا يتدرب بجنون للمسابقة لدرجة إنهم بيكونوا واثقين 100% إنهم هيكسبوا من أول يوم. تعالوا بقى أقول لكم على شروط المسابقة المحلية. المسابقة هتقام على يومين. أول يوم هيكون الأفراد ضد بعض، يعني كل لاعب من كل فريق مدرسة هيتسابق ضد التاني. ممنوع أعضاء الفريق نفسه يتسابقوا أو يلعبوا مع بعض في نفس المسابقة، وده علشان كل عضو في الفريق يوري الحكام مهارته. واللي هيفوز وهيطلع الأول على كل اللاعبين من المدارس التانية فريقه على طول هيتأهل للنهائيات. احنا عندنا ناجيسا وماكو وريو وهاروكا. كل اللي محتاجينه ان حد واحد فيهم يفوز في الدور بتاعه بس. ولما يحصل كده باقي الفريق هيروح على طول على النهائيات بدون حتى ما يشاركوا في اليوم التاني من المسابقة المحلية. في الوقت اللي فريقنا بيكونوا واثقين من نجاحهم فيه، رين بيحلم انه عمال يجري ورا متسابق لحد ما بيوصل لجنازة وبتكون ذكرى مؤلمة جدا ليه، وبيقوم وهو مخضوض جدا من الكابوس ده. حتى زميله كمان بيلاحظ ان تدريبه مش قد كده وأداؤه متدني خالص. يا ترى ايه السر وليه رين بيحلم بالكوابيس دي؟ وليلة المسابقة رين بيبلغ زميله انه مش هيروح المسابقة معاهم بالباص واحتمال يتأخر شوية. زميله بدأ يقلق فعلا لأن رين بيتصرف بغرابة جدا. وهنا رين بيقرر يفتح قلبه لزميله وبيقوله انه رايح لقبر والده المتوفي قبل المسابقة علشان يسلم عليه. وهنا بنعرف ان ابو رين هو السباح اللي كان بيشوفه في الحلم، وكان شخص طيب جدا وكل الناس بتحبه. ومن كتر حبه في المية اشتغل صياد سمك وكانت احلى ايام. لكن للاسف في مرة من المرات في الصيف المركب بتاعت والده غرقت ووالده توفى، والموضوع كان صعب جدا على رين وعيلته. الموتة بتاعت ابو رين الصياد مش بتفكركم بحاجة؟ اكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات. واخيرا يوم المسابقة كل الفريق بيجمع وهم في أكبر نشاطهم. اليوم كده شكله هيكون ممتع ومشوق جدا. يلا بقى يا فريقنا العظيم ارفعوا راسنا. بيدخلوا كلهم لمكان المسابقة والمكان بيكون كبير جدا ورائع. ده كمان بيكون مليان بأمهر السباحين من جميع المدارس، وبيبدأوا كلهم يعرفوا أدوارهم في المسابقات. وهاروكا بيكون أول واحد هيبدأ، وطبعا رين هيكون في نفس الدور مع هاروكا. يعني أخيرا هنشوف سباق مصيري وجدي بين هاروكا ورين زي ما رين كان عايز بالظبط. هاروكا بيروح يلبس ويستعد وبيقرر انه مش هيخسر ابدا وهيوصل للنهائيات. رين وهاروكا بيروحوا على خط البداية علشان دورهم، وكل الناس بتترقب في صمت وكلهم بيكونوا قلقانين. يلا يا شباب، وبيبدأ الدور. المصيبة بقى ان السباحين كلهم بيكونوا محترفين ورين على قائمة الاوائل. كلهم بيكونوا اسرع بكتير من هارو. رين بيسبح بسرعة البرق والسباق بيكون جنوني لأبعد الحدود. ولما بيقربوا خط النهاية النتيجة بتطلع على طول على الشاشة، وللأسف رين بيكون في المركز الأول. معقول الكلام ده؟ هاروكا خسر؟ أيوة هي دي الحقيقة. ساعتها رين بيقول إنه خلاص كده ما بقاش عايز يعرف هاروكا في حياته تاني، وحتى كمان مش عايز يشوف وشه، وعايز ينسى خسارته القديمة وكل ذكريات طفولته مع الفريق. هاروكا هنا بيحس إنه في حلم مرعب وبيكون مبلم ومش قادر يصدق اللي حصل خالص.
وفريقنا كله بيكون مبلم من الصدمة. المشكلة بقى إن أعصابهم تعبت من السباق وبقوا كلهم خايفين من الخسارة. في الوقت ده أصلا هارو بيكون اختفى ومحدش عارف هو راح فين، لكن ريو بيفقد أعصابه وبيروحوا كلهم يدوروا على هاروكا علشان يطمنوا عليه. ده حتى أخت رين بتكون زعلانة إن هاروكا خسر وأخوها هو اللي فاز. في الوقت اللي فريقنا بيكونوا بيدوروا على هاروكا بيلاقوا رين قدامه، كالعادة بيتصرف ببجاحة وبيعمل نفسه مش مهتم. لكن صحاب هاروكا بيقولوا لرين إن هاروكا أصلا مش مهتم بالخسارة، هو بس متضايق من الكلام اللي رين قالهوله، لأن هاروكا كان مفكر إن بعد فوز رين هيكونوا اتعادلوا وهيرجعوا أصحاب تاني. بس رين بيزعق لهم ويمشي وكلامهم بيكون معصبه جدا. وبعد التفكير الفريق بيقرر إنهم يركزوا في أدائهم ويسيبوا هاروكا ياخد وقته ويعوضوا هم الخسارة علشان يجيبوا لهاروكا أخبار حلوة لما يرجع. وبيرجعوا تاني للمدرجات. الدور الجاي بقى هو دور ماكو، بس ناجيسا بيصمم إنه يروح ويدور على هاروكا علشان يشوف صديقه المقرب ويشجعه وهو بيلعب. وفعلا بيلاقي هاروكا وبيكون في حالة صمت وصدمة من كلام رين، وبياخد هاروكا غصب عنه علشان يشوف ماكو اللي بيكون متميز جدا في دوره وبيكون رائع والناس كلها بتنبهر بيه. بس للأسف بيطلع التاني زي هاروكا وبيخسر برضه. الدور اللي بعده لناجيسا لكنه للأسف بيخسر برضه زيهم. وكل ده وهاروكا عمال يتفرج على فريقه وهم عمالين يبذلوا مجهود كبير جدا علشان يوصلوا للنهائيات. صحيح ان على نهاية اليوم فريقنا كلهم بيكونوا خسرانين ومحدش بيتأهل، الا انهم بيكونوا استمتعوا جدا والروح الرياضية عندهم بتكون عالية. بس للأسف حلم النهائيات كده تلاشى خالص. بس زي ما قلنا ان المسابقة بتقام على يومين، لكن فريقنا كان عامل حسابه ان واحد فيهم على الأقل هيفوز، لدرجة انهم نسيوا يسجلوا في اليوم التاني للمسابقة فبيتقبلوا الخسارة وخلاص. ولكن البنوتة اخت رين بتقول لهم انها سجلت بدلهم احتياطي في اليوم التاني للمسابقة، كده بقى في فرصة انهم يوصلوا للنهائيات. بس للأسف بيقابلهم مشكلتين. اليوم التاني للمسابقة ده هو بكرة، يعني مفيش وقت للتدريب اصلا. ده غير ان اليوم ده مخصص للفرق، يعني لازم الفريق كله يشارك مع بعض. بس هاروكا اصلا مختفي وتعبان نفسيا من كلام رين واللي حصل في دوره. ده فاضل اقل من 24 ساعة على مسابقة الفرق في اليوم الاخير. يلا يا شباب روحوا بسرعة ودوروا على هاروكا علشان تلحقوا تخططوا للاستراتيجية بتاعتكم في مسابقة الفرق، لانها الفرصة الوحيدة ليكم. وجري على بيت هارو، لكن البيت بيكون مفتوح وفاضي اصلا. فينك يا هاروكا؟ فريقك محتاجك دلوقتي. هاروكا بيكون شبه منوم مغناطيسيا في المية داخل نادي السباحة بتاعهم، بعيد عن الموبايل وفاصل عن العالم كله. ده حتى اصحابه بيلاقوا موبايله في البيت، يعني رسائلهم الصوتية مستحيل توصل لهاروكا. ماكو بيقول لهم خلاص بقى كفاية كده مفيش فايدة، الوقت اتأخر وشكل هاروكا مش راجع البيت ومستحيل هيعرفوا يلعبوا مع بعض بكرة كلهم. وبعد نص الليل هاروكا بيرجع البيت وبيلاقي ماكو نايم وفي انتظاره. ساعتها بياخد موبايله وبيسمع عن السباق وبيحس ان فريقه محتاجه جدا للفوز لانهم بذلوا جهد كبير جدا. وهنا بيقرر على طول يقول لماكو انه موافق يشارك معاهم بكره. وعلى ما الصبح بيطلع بيكون بقيه الفريق اتبلغ بقرار هارو. كده بقى في فرصه تانية ليهم علشان يروحوا للنهائيات، والفضل كله يعود لاخت رين. كلهم بيشكروا هارو على قراره وبيكونوا متحمسين جدا. ومع بدايه السباق رين بيجري على الفرق المشاركه وبيشوف فريق هاروكا وهم مش بيستسلموا للخساره بتاعت امبارح وبيحاولوا تاني. ساعتها بيجن جنونه وبيتعصب جدا من قوة الفريق وصلابته وتعاونهم مع بعض. ده كمان بيفتكر أيام الطفولة لما هو اللي كان بيسبح معاهم بدل ريو. ورين بيغير جدا من ريو لأنه بقى في الفريق بداله. بيمر الوقت وبيكون آخر دور في الفريق هو دور هاروكا، ورين قلبه عمال ينبض وبيكون خايف لفريق هاروكا يفوز. يا ترى بقى فريقنا العظيم هيفوز ولا لأ؟ لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناة أنيموجي بالعربي وتفعل زر الجرس علشان الجزء الجاي هيكون الجزء الأخير من الأنمي. أشوفكم قريب. Let me down.